شباب السلام عليكم. امير الشام. بقالي فتره بعيد عن يوتيوب، سنه جديده، يوتيوب جديد، افلام جديده، حركات. انا مش ترينر، انا بستضيف افضل مدربين في الوطن العربي، مدربين مشاهير، عشان اعرفكم ازاي بيتمرنوا، هيمرنوني. انا هعمل نفسي ما بفهمش اي حاجه، هسالهم كل الاسئله اللي انتوا عاوزينها. دي gonna kill me. هنعمل حاجات غريبه. اول واحد هنبدا بيه النهارده طه دبابه ما شاء الله عليه. طه بادي بيلدر كومباتيتور، مدرب مشاهير. تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه. هسخن عشان هموت النهارده. الشباب طه معانا دبابه ما شاء الله عليه، بادي بيلدر كومباتيتور، ناتشرال بادي بيلدر. هيمرني تمرين الظهر وهيقتلني. اهم حاجه هنسخن وهيقول لنا ايه اهميه التسخين. طبعا التمرين اول شيء لازم تحمل كويس جدا، تمام، تسخن، تبعد عنك الاصابات، تركز اكتر في التمرين، وتأدي التمرين كله بدون اي مشاكل. لازم نحمل من 5 ل 10 دقائق، تمام، ما تعملش طلب، لا اقول لك حمل. لازم تعمل تحركات دايناميك، تحرك جسمك كويس، تمام، سواء ظهرك، وسطك، تمام، اللور باك، كل هذا مهم جدا تحمل عشان تقدر تهيئ نفسك للتمرين وتبعد نفسك عن الاصابات. وهنسخن دلوقتي يا شباب. اخر شيء بنحكي عنه على السريع، الناس اللي هي بتخش بتحمي على البول اب، هذا غلط. يعني العقله يا شباب، الناس اللي بتخش تدخن على العقله ما ينفعش الكلام ده، لانه اصلا بيكون تمرين. اليوم هوريكم البول اب، العقله يعني تمرين اساسي بيساعدك، يعني بيخلي لك ظهرك فراشة. يعني يا شباب العقله مش تسخين، العقله دي تمرينه قويه جدا. ده اول تip، ما تستخدمش العقله كتسخين، ممكن يحصل لك مس، والدبس والكلام ده ممكن يحصل لك مس. تمرينه قويه جدا، فلازم تسخن لها. في ناس اتمزقت فعلا من الموضوع. يلا يا شباب شوف هنعمل ايه. Smile to the camera, guys. Cheers. What I'm doing. ايوه يا برنس، ايوه.
ركز بقى كده without swing. No swing ها. قشطة. awesome. برنس. خلي الالبوز بتاعتك more out. شباب احنا بنلعب وزن خفيف وانا ميت اصلا منك لله تحفه. كمان اكتر. شباب انا وقعت في 2 مصريين الله يكون في عوني يعني. يلا باك دبل بايسب. عمر دبابه والبرنس طه. باك دبل بايسب. دبل باك. Show them how it's done, motherfucker. Good job guys ما شاء الله. to grin. يلا هو ده شد. اليوم بطنك كويس بقى بصفة عامة. بعدين طبعا امير بينف بالتمرين يا جماعه. انت فاكر نفسك في البيت؟ ها؟ يلا يا ابني اتمرن يا ابني يلا. تحت كده؟ خلي رجلي بعيده. ليه ولا كده؟ تحت. اشتغل على الشرب باليمين. يلا هنا. ايوه. اطلع. بص قدامك. امسك راسك. ارمي راسك قدام. اطلع. اطلع. اسمع زي ما انت جالس تبص لجسمك. بتوع ما شاء الله عليه دبابه ستيفن هيفي اوزان ثقيله. عايز اقول لكم بودي بيلدينج اتس نوت بقى هيفي ويت، مش الوزن الثقيل، اهم حاجه تعمل الحركه صح. هو ما شاء الله بيشيل اوزان ثقيله، انا اخف منه عشان اتاكد ان تكون العضله بقى شغاله صح. ف اتس نوت بقى ايجو لايك شيل تقيل والعب حركه غلط، اهم حاجه الفورم يبقى كويس والحركه كويسه. طبعا يا شباب احنا العقله ما خدناش اول تمرين، ان العقله تبقى زي ما قلنا تمرينه قويه جدا. البول اب انت بتشيل وزن جسمك، يعني ليتس سي لو جسمك 90 كيلو 80 كيلو انت بترفع وزن جسمك كله، فما ينفعش تسخن بعقله. اتس ريلي دينجرس، غلط جدا انت تسخن بعقله. العقله تمرينه قويه جدا. اهم حاجه في العقله ان انت يو لاك يور باك، ما تتهزش يمين وشمال، وبتكونتراكت كل عضلات ظهرك. طبعا يا جماعه زي ما اتفقنا ان تمرين العقله تمرين اساسي من تمرين الظهر. بص يا شباب ابديت طه عامله ازاي وبيسحب على الخط. شباب انا صراحه اقول لكم على الاعتراف، انا ما كنتش بحب البودي بيلدينج، انا يعني شقلبه بقى بروتين فاهم كروسفيت، وربنا رزقني بمصريين. ربنا رزقني بمصريين. الراجل ده بيحب البودي بيلدر ها؟ مين هو بقى؟ طيب واخيرا ديد ليفت. اشرح لكم سريعا ازاي تقف الوقفه الصحيحه في الديد ليفت، ازاي تمسك ايديك مسكه صحيحه، تمام؟ وانت بتتمرن كمان. اوكي؟ ركز معايا. اول شيء رجليك. لازم تكون بقلب مختلط. إذا بنلعب طبعا
اهم حاجه يا شباب ده لازم يكون مفرود تفرد. الشباب ده كان تمرينة الظهر، يا رب تكون عجبتكم. لعبنا 7 حركات كل اسبوع مع مدرب مشهور، وتابعوني. شكرا للكابتن طه. شكرا للكابتن طه، واشوفكم مره جايه.